اليوم بدنا نحكي شو الفرق بين مطرب ومطرب. ليش بيقولوا هيدا المطرب بيغني كأنه ما عم بيغني قد ما عنده رياحة، وهيدا المطرب بيغني بيصيروا شرايين وراح يفقعوا من هون، وهيدا اللي بيغني بطريقة سريعة وهيدا بيسبق الإيقاع إلى آخره. هودي هالاشياء بيكتسبها الواحد بدروس الفوكاليز، بصير عنده السيطرة على الغناء. تسمع صوت حلو بإحساس حلو بدون ما تعرف، بدون ما تشوف صوته والتامبر تبع صوته مع طريقة غنائه بتميزه انك تعرفه بدون ما تشوف الصورة. تسمع صوت تاني بتقول هيدا فلان لفلان، تسمع مطربة بتقول هيدا بدون ما تشوف الصورة. كل واحد الله مميزه بإحساس بطريقة حلوة بتميزه عن غيره. هلأ رح احكي شوي انا الفرق بين المغني والمطرب. المغني يؤدي الأغنية بطريقة إنه بيأديها بطريقة عادية، مثلا بياخد أغنية حيلا أغنية بيغنيها بطريقة إنه ما بتحس فيها شي هيك عم بيجذب، بس إنه عم بيغنيها مظبوط. بينما المطرب اسمه مطرب لأنه بيطرب يعني وقت واحد يسمع بقول الله لك اسلم لي هالصوت، شو هالإحساس الحلو. المطرب غير المغني بيجيبوه بالسهرات، بيفتتح السهرة بيقولوا له غني لك شي نص ساعة 3/4 ساعة، يلا خد كم غنية سريعة هيك قولون. بصيروا العالم ناطرين تا يوصلوا المطرب الأساسي اللي بدت يعني على السهرة، لأنه كل النظر بيكون صوب المطرب. يلي بده يعمل فوكاليز بده يوصل لهالدرجة هاي، مش بده يغني بس أغاني. إذا بده يغني أغاني كمغني يروح يغني كاراوكي، يعني تسليات هولي. أما أصول الغناء بده يكون مطرب عم بيغني. هلا بعد ما نتعلم المقامات الشرقية والتعريب العرب يلي كيف بينقالوا، بصير جاهز المطرب انه ينفذ هالاغاني كلها بليونة صوت ما كان عنده اياها قبل، لانه اكتسبها بتمارين الفوكاليز. انا عم بوجه الحديث هيدا لكتير من المطربين يلي عم بيشتغلوا هلا وما عندهم القدرة انه يقولوا هالاشياء اللي عم بفسرلكم اياها. يعني ما عندهم القدرة يعربوا بطريقة مظبوطة واحساسهم منه هالقد حلو، بس بيعملوا اغاني وبيشهروا حالهم بطريقة السوشيال ميديا، والعالم اوقات بتحب هالمطرب على هالغنية مش على صوته الرائع. مشان هيك بالفوكاليز نحن بنشتغل على الصوت. نحن الفوكاليز هو من الفوكال جاية، يعني نحن بنشتغل على الصوت، كل تقنيات الصوت مدموجين بالفوكاليز، من إحساس المطرب للنفس لمخارج الحروف للمقامات يلي بده يغنيها، لعدة أشياء للمجرات يلي بغني فيها، الوحدات يلي ما بيطلع فيها عن الإيقاع. مليون شغلة فيه بالفوكاليز. اسم الفوكاليز ما هو دامج كل هالأشياء هاي. فإذا تتغني مظبوط وتجود وتكون مطرب غير شكل، لازم تمشي بدروس تقنية الصوت بطريقة مظبوطة، ستيب باي ستيب، درج ورا درج ورا درج ورا درج بتوصل لفوق بدون ما تحس. يعني عليك انت المثابرة بالدراسة حتى تقدر توصل لمحل ما بدك. وإلى اللقاء بالحلقة المقبلة.